خوتي في هاد لا فيديو غادي نشوفوا الرد وانبهار وصدمة الإعلام في قناة بين سبور على الهدف التاريخي والإعجازي اللي ماركاه أشرف حكيمي في الديربي ديال أو الكلاسيكو اللي جمع ما بين فريق مارسيليا وايضا باريس سان جيرمان. غنشوفوا كيفاش تسجل هذا الهدف وايضا غنشوفوا الرد الفعل ديالهم وغنشوفوا النقاش اللي وقع داخل البلاطو حول هذا الهدف والطريقه باش تسجل. ما تنساوش تشتركوا معي في القناه ديالي وايضا تخليونا واحد جاي من هذا لا فيديو باش يبقى يوصلكم الجديد ديالنا. فرجه ممتعه. طبعا 20 كلاس اول كره والتسديد توتي الله خرافي انت يا اشرف لا ينتهي الجمال وهناك اشرف ولا تتوقف في الاهداف وهناك حكيمي نعم اسد الاطلس زار بطريقته الخاصه زار بصوته المعتاد لكن بطريقته الخاصه هنا تتعدد الاهداف لكنها في هذه الليله تختلف. الله 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 على بدايه وعلى هدف بتسديده خرافيه. كره مارسيليا للتعادل قد ياتي لك لمواجهتنا لهذا الاستوديو، ودعني أبدأ مع الأهم والمهم والأبرز. لاعبنا المغربي حكيمي 58 مرة يلمس الكرة، 94% دقة تمريراته. مع أنريكي تغير جذريا لحكيمي وأدواره تغيرت في وسط الميدان. نجم الشوط الأول فعلا حكيمي، هجوميا ودفاعيا ممتاز، ظاهر في كل اللعبات يا مهند، بيقرب دايما للاعب اللي معاه الكرة. يمكن اللي أضافه ليه لويس إنريكي فكرة دخوله لعمق الملعب في حالة ما الفريق يستلم الكرة. عامل جبهة ممتازة مع ديمبلي في الجبهة اليمنى. مهند شايفين التوافق الكبير اللي بينهم والانسجام الكبير، التحركات والكعوب اللي بتتلعب والجبهة الممتازة. اشوف ان هو خفف الضغط كتير جدا على حكيمي، وجود ديمبلي مع باركولا على الجبهة اليسرى، فاتحين جبهتين ممتازين. شوف التسديدة هنا من حكيمي ثم المتابعة من كولومواني والهدف الثاني. فشوط ممتاز بان فيه فلسفة انريكي والاسلوب اللي اتكلمنا عليه قبل المباراة، اسلوب التمريرات والاستحواذ وفرض السيطرة. عجبني اكتر في باريس الاسترجاع الكورة بسرعة بعد فقدانها يا مهند، وده قتل خطورة كتيرة جدا عند فريق مارسيليا. في حاتم نعم طريقة مختلفة من طريقة لعب 3 في 3 بمعنى انه يكون له. فهنا هرنانديز والبراكولا على الطرف وديمبلي ديمبلي على الطرف. هذه في البدايه هذه رباعي، لكن هم يلعبوا بثلاثي في وسط من الثلاثي، وحكيمي يدخل الى العمق بعض الاحيان وبعض الاحيان يكون على الطرف. وحكيمي كان حقيقه متميز. سنشاهد في كم من حاله انه هرنانديز لا يصعد، يكاد يكون لا يصعد، يكون في قلب كانه قلب دفاع. لاحظ ثلاثي سكرينيار وماركينوس وهرنانديز، الثلاثي هذول ثابتين في الدفاع. حريه الحكيمي، حريه البراكولا، وحريه للثلاثي من بين الثلاثي في الامام، وغارتي وكذلك اللاعب الارتكاز زي ريمري هم اللاعبين يتكلفوا في الدفاع. هي اكيد انه مارسيليا لم يظهر الكثير باستثناء في فرصتين حقيقه، يعني فيتينيا اضاع فرصتين يعني كانوا في المتناول. يعني الفرصة الأولى كان قادر للتمرير لأوباميانغ، والفرصة الثانية كانت رأسية مواجهة للاهلي. الرحم أكيد مع باريس سان جيرمان، وعاقب سجل حكيمي الهدف اللي كان فيه متميز، وسجل كذلك كانوا كولومواني الهدف. على كل حال باريس سان جيرمان اتفق مع وائل على مستوى استعادة الكرة وافتكاك الكرة في وسط الميدان بسرعة، وكان هو متسيد الشوط الأول. باريس للسيطرة، وهذا عريس الليلة. حكيمي كان ممتاز طبعا في المباراة، لاعب ذكي جدا في الملعب يا مهند، بيستغل نقاط قوته بشكل كويس جدا. عنده كل الامكانيات، صغير في السن، عنده الموهبه، عنده الخبره، عنده المرونه التكتيكيه داخل الملعب، يلعب في اي مكان يتحط فيه داخل منطقه الجزاء، يتعامل كمهاجم خارج منطقه الجزاء، كمسدد على الطرف على الخط، يقدر يتعامل واحد ضد واحد. كل شيء مثالي عند حكيمي، موظفه بشكل كويس جدا لويس انريكي. وزي ما قلت هو لقى نفسه جنب ديمبلي، عاملين جبهه قويه جدا، متفاهمين بشكل كبير، عارفين امتى يعملوا الاوفرلاب، امتى يتحركوا. وتاتي تقوم برده فعل في الشامبيونز ليج وتنتصر بهدفين ل0 مع اداء جيد، ثم تاتي في مباراه الكلاسيكو مع اداء ممتاز وسيطره واستحواذ
وفرض اسلوبك وافتكاك استرعادك الكوره بشكل جيد. اضافه انا وتكلمت على حكيمي ما يقوم به مع انريكي بالذات. انا اشهد هذه افضل نسخه منذ قدومه لباريس سان جيرمان في هذه الفتره بالذات، يخدم فيها اداء ممتاز للغايه دفاعيا وهجوميا. تكلم حكيمي في مؤتمر صحفي انه مع الان اصبح الكل يدافع والكل يهاجم، وهنا يقصد في اسلوب المدرب وسيطره المدرب على الفريق، بمعنى الكل معني في العمل الدفاعي ونوعية اللعيبه ونوعية اللاعبين اكيد. وهنا لما نتكلم عن نوعية الدفاع لا يعني انك تعود الى الوراء. باريس سان جيرمان يدافع وهو يهاجم، لانه اول مهاجم هو يضغط على اقرب مدافع، لكن هو يتكلم على اسلوب الفريق ككل، مطالب بالضغط، وهذا مهم للفريق، لأن في بعض الأحيان لما تضغط في مناطق الخصم هذا يريح المدافع ويريح وسط الميدان، لأنك تفتك الكرة في المناطق هناك قريب من المرمى. في بعض الأحيان لا توفق، بعض الأحيان معناها الفريق الخصم لديه إمكانيات للخروج بالكرة، لكن هذا يريح الفريق. فهنالك عمل الريكي يسعى للقيام به. اكيد في مؤشرات شاهدناها في المباراه، من تغيير طريقه اللعب الى ثلاثه، من حكيمي في بعض الاحيان يكون على الطرف، بعض الاحيان يدخل الى عمق الملعب ويلعب وسط ليمنح الحريه لديمبلي. اللاعب باركلو اللاعب الحقيقه، براكولا اللاعب الطرف الايسر لاعب مهاري وصغير وحقيقه غريب، لانه تكلم الرئيس السابق لليون قال لو كنت انا لا زلت الرئيس لا افرط في باريس سان جيرمان، لانه لاعب موهوب حقيقه ولاعب لديه امكانيات كبيره. واضح انه باريس سان جيرمان معناها ربح في هذه الصفقه، لانه صفقه لم تكلف خسيره النادي الكثير، لكن هذا اللاعب بعد سنه سنتين سيكبر هذا اللاعب، واداره باريس سان جيرمان بيع هذا اللاعب سيجني منه اموال، واذا اراد ان يحافظ عليه سيصل هذا اللاعب الى نجوميه والى مستوى عالي ولا ثقه اعلى مع مدرب هجومي. فاكيد انه باريس سان جيرمان سيكسب كثير من هذه المباراه، خاصه على المستوى الذهني، استعاده الانتصار وكذلك المصالحه بين جمهوره خاصه في مباراه الدوري، واكيد انه سيعطي اشاره لكل الفرق على مستوى الدوري الفرنسي أن الفريق عنده انتصارات، وهو الفريق ينتصر بأسلوب وبطريقة لعب مقارنة بالموسم الماضي وإن حقق البطولة، لكن كان يعاني من عديد من المشاكل. طيب على حسب ما فهمت منكم كباتن أن انريكي لم يصل بعد الى الشكل اللي طالبه المدرب الاسباني، وبالدليل تغيير اكثر من مره في الرسم التكتيكي، مثلا على صعيد ضرب المثال 3-4-3 والادوار المختلفه لحكيمي، توظيف حكيمي في اكثر من مكان. لكن يبدو ان انريكي في الطريق الصحيح، وما يساعد انريكي في هذا الشيء هو تاقلم مثل ما اكد كابتن حاتم اللاعبين الجدد، دخولهم في اللعب، دخولهم في التسجيل. يبقى فقط عثمان ديمبلي الذي لم يسجل لكنه قاعد يقدم مستويات ويصنع في الاهداف. لا انا اشوف ان هو وصل للشكل اللي هو عايزه يا مهند، وطريقه اللعب فريق زي ما شفنا لما بيبدا المباراه بيبدا بال4-3-3 تتحول لما يبقى